أما بخصوص الفلوس والمبلغ والأربع ملايين هذا ميلكم الحكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب. بخصوص الموضوع والدعوة اللي رفعتها بخصوص هاي البنية، اللي دا يتصلون علي واللي دا يدزوا لي مناشدات، وهواية ناس هواية يعني أعداد هائلة. الموضوع صار رأي عام، يعني ماكو واحد ما تدخل بهذا الموضوع. بس أنا أحب أقول لكم واستحلفكم بالله، أنتوا وين كنتوا قبل؟ أمانة الله كل واحد يحكي ضميره. أنتوا قبل ما شايفين الفيديوهات؟ أمانة الله كلكم صاحبين أولاد وحظ وبخت. منو بيكم ما شاف الفيديوهات؟ منو؟ إيش قد صار لها الفيديوهات؟ منو بيكم ما شاف اللايفات؟ أنتوا هسه اللي دا تقولوا لي خطية، زين أنا مو خطية؟ زين هي ما عندها أولاد وما عندها بنات وما عندها رجال، إيش قد تجاوزت وغلطت علي؟ زين ويجي ابني يجيب الفيديو يقول لي ماما باعي. يجي ابني شاب بالشارع والاصدقاء يدزوا له الفيديو، بنتي شابه وبالشارع، اطفالي ذولا الصغار بالابتدائيه يجون يقولوا لي ماما باعي هاي شلون تغلط عليك. زين منو بيكم يقبل على روحه؟ امانه الله صوروا مكاني. لو انتم مكاني ووحده نفس هاي تنزل عليكم هاي الفيديوهات قبلتوا؟ اتخذتوا بها اجراء لو ما اتخذتوا؟ ايش معنى من صارت يمي صارت خطيه وصارت يتيمه؟ انا ما قلت لكم دافعوا عني، لا انتم بالذات يعني انتم لازم حق وواجب عليكم، لان اني اخذكم واني خياطه وطالعه بالتيك توك حالي من حالكم. انتم اللي بيكم يبيع واللي بيكم خياط واللي بيكم على باب الله وكلكم موجودين. اكو واحد منكم تدخل وقالها عيب؟ ما كان بامكانكم؟ اكو واحد من عندكم قالها يابا ترى اللي تسويه غلط، ترى المرة خطية حرام عليك. انت ليش هيك هاي الفيديوهات؟ انتقديها اوكي بس مو بهاي الطريقة، مو بهاي الطريقة. ايش قد عيبة؟ زين ليش ما انتفضتوا؟ زين ليش ما بيكم واحد شالته الغيرة علي وقال هاي اختنا خطية، خطية ام علي؟ زين هي يتيمة، انا هم يتيمة ترى. هي طالعة قاعدة على كرسي وتضحك وتسولف وفاتحة بث وبطرانة، واني دا تشوفوني قاعدة على الماكينة ومكسور ظهري. ليش ما حد قال خطية علي؟ ليش ما حد دخل لها ولو بتعليق؟ هسه ما راد عم تدافعون عني، انا دافع عن نفسي. زين انتم بتعليق يابا ترى اللي دا تسويه غلط، ليش ما حد نصحها؟ واللي دا يسوون مناشدات اغلبيتهم هسه هم اللي كانوا، وعندي الفيديوهات اذا تردون انزلها. زين هي تحكي باللايف تغلط علي وتتجاوز وتضحك وتستهزئ ولابسه الربطه وتعيب على حلقي، ويدزوا لها ورد، يدزوا لها دعم ويعلقوا لها. هسه جايين يسوون مناشدات. وين كنتوا قبل؟ ليش ما حد تدخل؟ على كل اللايفات اللي قاعد تطلع ليش اشوف كلكم ساكتين تتفرجون تقولون احنا ايش علينا؟ زين هسه ليش تدخلتوا؟ والله خطيه لا مو خطيه، بالعكس بنيه كبيره وفاهمه. اليتيم يحترم نفسه، اليتيم ما يتجاوز على الناس، بث مباشر. يعني اني اولادي عائله كامله، عندي عمام، عندي خوال، عندي خوات، عندي جيران، عندي ناس تجيني للمحل 70 تاك باليوم يسووا لي، وانا باوع واستغفر ربي واسكت اقول شو اسوي يا ربي؟ انت تباوع، انت تدري، انت تباوع. ورحت واشتكيت زين واتصلت علي وتهجمت علي، وهم سكتت وسديت الدعوه. ترجع ثاني يوم ورا ما سدت الدعوه تنزل ببث مباشر وتقول والله اذا اشتكت علي حتى الماكينه كسرها. زين وين رجل الحضينه؟ خلي يطلع رجل الحضينه. انا عندي عمام، خلي تطلع عمامها. هي مو تقول عندي عمام وتقول رجل الحضينه. هذا الحكي كله خو مسحتوه، هذا الحكي ولا واحد منكم ذكره، كله لا اعفي. يعني انا سديت الدعوه وعفتها وانتهى الموضوع وقلت ما يخالف، غلطت ما يخالف. رجعت مرت اللخ بلايف وتهدد وباللايف، والفيديو اني صورته، وتقول حتى الماكينه اكسرها، اذا دزت لي التبليغ اكسر حتى الماكينه، وراح ادز لها عمامي ورجلها حضينه. هذا كل الحكي انتم ما حد بكم سمعه. انتم هسه من شفتوها بكت دمعتين دموع تماسيح. زين من القانون اخذ مجراه تقولوا لي ام علي سامحيها وام علي تنازلي. انا ما اقدر اتنازل بعد، لان انا اول مره رحت وتنازلت ووقفت الدعوه، حاليا بعد ما اقدر. الموضوع خرج من ايدي، صار عند القضاء. بعد ابد اذا رحت تنازلت انا راح تصير الدعوه ضدي، ما اقدر. زين ابدا ابدا ما اقدر اتنازل، لان الدعوه مشت والموضوع انتهى وانحسم. واتمنى من عندكم الله يخليكم، الله يحفظكم، تخلون نفسكم من مكاني. ورجاء رجاء رجاء منهم علي الخياطه
لا حد يتدخل. تردون تزعلون علي زعلوا علي، بس اللي يزعل علي يحط نفسه مكاني، واليوم تجاوزوا علي باكر عليكم. زين. اما بخصوص الفلوس والمبلغ والأربع ملايين هذا ميلكم الحكي. هي الدعوة بعد القاضي ما مستدعيها اصلا. زين من هذا الحكي؟ يعني هي بهذا الحال وتكذب، مجرد كلام يجوز سمعته بالمحكمة، يجوز سألت لها واحد. مالكم هذا الحكي؟ يعني انت بهذا الوضع وهم تكذبين علي وفلوس ودخلتيها ملايين ودخلتيها. لا، دعم مادي ومعنوي. انا ذكرت وقلت دعم مادي ومعنوي، ومن حقي. لعادة الناس لعبة، العالم تايهة، ياها تجي تنزل على واحد. زين. وانا قلت واعيد واكرر، كل اللي تعرضوا لي بالبرنامج انا قمت دعوة، والقانون ياخذ مجراه. يعني انتم قاعد تشجعون على الباطل، بعد يومين غيرها وغيرها وغيرها، اي واحد منزل علي فيديو احب اقول له انا مشتكي عليك، والقانون ياخذ مجراه. انا صاحبة حق وقاعدة امشي بحقي، فالله يخليكم لا حد يتدخل. امانة الله صيروا مكاني، وخلي واحد يكتب لك مجرد تعليق صغير شوف شو تسوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.